الزمن اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي كل حاجة بقت سريعة، معلومات، الأخبار، التواصل، التكنولوجيا، حتى الأكل بقى سريع، وحتى الإنترنت، لا ده مش سريع لسه بطيء زي ما هو. المهم إن ده خلّانا كشباب أيوه، أنا شباب واللي بيتفرّج دلوقتي شباب، كلّكم شباب، عايزين نعمل كل حاجة بسرعة، ونعمل كل حاجة بسهولة، ونقعد ندوّر على اختصارات للحاجة دي، توصّلنا أسرع في الحياة، والواحد ما بقاش عنده أي صبر خالص. الفكرة إن الshort cuts أو الاختصارات يعني أنت لو شغّال على أي برنامج وغلطت غلطة، مجرّد ما هتعمل control Z هترجع للخطوة دي، إنّما في الحياة ما فيش بقى الاختصارات دي، لو غلطت غلطة فخلاص مش هتعرف ترجع الخطوة اللي خلّتك تغلط الغلطة دي، وكل غلطة أو تجربة أو فشل بيترتب عليه حاجات كتير في المستقبل بتاعك. الدنيا اللي إحنا فيها دي مش مصممة إنها تمشي بسرعة زي ما أنت عايز. طيب هل العيب فينا والّا في مين بالضبط؟ أنا شايف إن رقم 1 هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا خلّتك تبُص على الناس الناجحة في وقت نجاحهم بس، يعني شخص بقى له سنين مثلًا بيتعلم حاجة معينة وما عرضش ده على السوشيال ميديا، وعرض بس الجزء اللي هو نجح فيه وبقى غني ومعاه فلوس وهكذا، فأنت بصيت على الجزء ده وعايز تبقى زيه، لكن أنت ما شُفتش الجزء اللي هو تعب فيه وضحى بحاجات معينة عشان يوصل للحاجة اللي هو وصل لها دي، والمشاكل والعقبات اللي هو مَر بيها، ومش لازم يكون حد مشهور على السوشيال ميديا، ممكن يكون حد ناجح في مجاله أو في دراسته أو حتى شخص في الدين أعلى منك. فالسوشيال ميديا للأسف خلّتنا نبُص للموضوع بنظرة سطحية جدًا، يقعدوا يقولوا لك ممكن تتعلم برمجة في يومين، في خلال شهر بس ممكن يبقى دخلك $10,000. كل الكلام ده هو حاجات attention، بيعملوا كده عشان يجذبوا انتباه. لعبة السوشيال ميديا هي لعبة قايمة على خطف النظر، إنه يسرق انتباهك ويخطف نظرك بأي حاجة، وللأسف الناس اللي بتستغل حاجة الشباب إن هم ينجحوا كتير جدًا، ولكن الحقيقة إنك عشان تبقى معاك فلوس أو تبقى غني أو تبقى قريب من ربنا أو كويس دينيًا، ده كله محتاج تعب، محتاج إنك تبذل مجهود عشان توصل له. يعني مثلًا بما إن أنا شغال مونتير ففي ناس على السوشيال ميديا تطلع تقول لك خُد شوية الحاجات دي وهيخلّوك مونتير صايع جدًا، أو خُد الpackage دي اشتغل بيها وهتبقى جامد أوي، والحقيقة إن كل الحاجات دي ما لهاش أي 30 لازمة ومش هتخلّيك مونتير شاطر. وقيس على كده بقى أي حاجة تانية، لأن الاستعجال والفهلوة مش هيوصّلوك لأي حاجة. يعني مثلًا الجنة، عشان تدخل الجنة أنت محتاج تتعب وتصلي وتقوم بكل الفروض اللي عليك، تحجّم نفسك وتمسكها عن المعاصي، فبرضه حاجة زي دي محتاجة تعب ومجهود، وده أصلًا الطبيعي. الغريب أصلًا إن أنا باتكلّم في حاجة تحسّها بديهية. وفي نقطة تانية برضه وهي إنك تقارن نفسك بناس بقى لها سنين في المجال، يعني مثلًا ما ينفعش تقارن نفسك بواحد بقى له 5، 6 سنين وبيعمل شغل professional جدًا، أنت لسه بادئ ولسه بتتعلّم أصلًا الbasics والأساسيات، ما تروحش تقارن نفسك بواحد بقى له 5، 6 سنين. الصح إنك كل شوية تتعلّم حاجة جديدة وتقارن نفسك بنفسك بس. الناس اللي بقى لها كتير في المجال أنت بتتعلّم منهم مش بتقارن نفسك بيهم. لازم تبقى فاهم برضه إنه ما وصلش للحاجة دي غير لمّا تعب وقعد سنين برضه يتعلّم، ولكن الفرق اللي بينه وبينك إنه صبر ما استعجلش. وطبيعي جدًا إنك لسه بادئ في حاجة النتايج بتاعتك هتبقى وحشة جدًا. لازم الواحد يدرك إن كل حاجة لها قيمة فعلًا وبتأثّر في الناس وليها أثر كويس، هي محتاجة تعب ومحتاجة مجهود، بتاخد وقت عشان تطلع بشكل كويس، ومحتاجة إن هي تكون أولوية عندك وتركيز. ولو عايز فعلًا تلاقي نتايج كويسة الحاجة اللي أنت بتعملها لازم تصبر، لازم تستمر وتصبر على الحاجة دي. في ناس بتقعد شهور وفي ناس بتقعد سنين عشان تتعلم حاجة معينة، بس بتفرق معاهم بعد كده. فلازم تصبر ولازم تتعلم وتسأل الناس اللي قبلك عملوا إيه عشان يوصلوا للي هم وصلوا له، وتاخد من خبرتهم، وتحاول إن أنت ما تستسهلش وتمشي الدنيا بالفهلوة، لأن للأسف لو فضلت تتعامل مع كل حاجة من غير صبر واستسهال وفهلوة ده هيوصلك لحاجات أنت ما كنتش عايز توصل لها، هيحطك في مواقف ما تحبش إنك تتحط فيها، ممكن تضطر إنك تعمل حاجات عمرك ما تخيلت إنك تعملها بسبب إن أنت كسلت بس. ولكن لو كان عندك شوية صبر واستحملت التعب والمجهود كان ممكن توصل للحاجات اللي أنت فعلًا بتخطط لها أو أحسن منها كمان. في النهاية بافكر نفسي قبل أي حد تاني، ما ينفعش أي حاجة تيجي بالساهل، وطبعًا بإذن الله كل مجهود وكل خطوة أنت بتعملها هتوصلك لحاجة، وكل ما أنت بتحسن من نفسك هتوصل لحاجة أحسن. وطبعًا أول حاجة إنك تتوكل على الله، تعمل كل اللي تقدر عليه.